بين العلم والفن. أسرار قصة أحمد مكي وإخواته العلماء والفنانين. واحدة من أكبر علماء الطاقة النووية في فرنسا، وعائلتها كلها علماء. عندها 2 من إخواتها ممثلين مشهورين، ورغم كده ملهاش ولا صورة على السوشيال ميديا. ومن أحمد مكي لعزة وإيناس وطارق وعبد العزيز، عائلة مكي بسن العلم والفن. دكتورة عزة مكي أخت الفنان الكبير أحمد مكي، اللي طلع مش من عيلة فنية ولا حاجة، لكن عيلته كلها علماء ومهندسين. عنده 5 إخوات. أخوه الكبير طارق عايش طول عمره بره مصر، وقعد في فرنسا ما خرجش منها من يوم ما اتولد، وده دكتور في جينات الهندسة الوراثية، ويادوب بينزل كل فين وفين زيارة لإخواته في مصر. وهو اللي قرر يعيش في فرنسا وسط عيلة والدهم ويكمل حياته هناك بحكم إنهم من أصل جزائري. وأما أخوهم الصغير زيزو أو عبد العزيز، ده بقى مهندس ديكور قد الدنيا. واخته طبعا الفنانه ايناس مكي، اللي كانت هي اول حد في العيله يحط رجله في الفن، وكانت سبب كبير خلى احمد مكي يدخل في المجال هو كمان بحكم انها اخته الكبيره. انما بقى اكبر اخت في اخواته البنات هي دي اللي مشرفه مصر في العالم كله بجد، عزة مكي. وده لانها لما اتربت في بيت بيحب العلم وبيقدره، قدرت تبقى واحده من اكبر علماء الطاقه النوويه في فرنسا. وهي كمان اختارت تعيش في فرنسا مع اعمامها الجزائريين ومع أخوها الكبير طارق. كانت بتحب العلم زي عينيها، وقضت عمرها كله في دراسة الكيمياء والفيزياء، وفضلت 13 سنة بتدرس الطاقة النووية عشان تاخد فيها الدكتوراه، وبقت واحدة من أهم خبراء الطاقة النووية في فرنسا. لكن اللي زرع فيها حب العلم من زمان هو أبوها الله يرحمه، لما مات وساب لهم مكتبة ضخمة جدا مليانة كتب في كل المجالات. وقدرت عزة وباقي إخواتها إنهم يكونوا وعي كويس جدا من المكتبة دي، ده غير إنها ساعدت على تكوين كل ثقافتها واخدت منها علم كبير في بداية حياتها. ورغم ان ايناس اختها كانت طول الوقت مستغربة حبها الشديد وتقديرها لقيمة المكتبة دي، الا ان عزة كانت عارفة كويس هي عايزة ايه وهتوصل له ازاي. وعشان ابوها كان ملاحظ حبها الشديد للعلم وبالذات الكيمياء والفيزياء، ما كانش بيستخسر فيها حاجة، وكان على طول بيجيب لها كل الكتب اللي هي بتحتاجها في اي مجال من المجالات. ده طبعا غير ثقافة امها الكبيرة اللي ساعدتها انها تتربى في بيت كله ثقافة وعلم. ولما توفى ابوها كان في مدينة ابو ظبي وقتها بسبب شغله، واصرت الدولة على انهم يدفنوه هناك، وعملوا عزاء وحجزوا اكبر القاعات اللي هناك لاستقبال العزاء ده، لانه كان ليه دور عظيم هناك. وكان واحد من أهم الناس اللي ساعدوا في بناء حاجات كتيرة في المدينة، واللي من أهمها وزارة الإعلام الإماراتية. وده غير إنه واحد من اللي أسسوا الإمارة، وده اللي خلى دولة الإمارات تخلي إخوات الدكتورة عزة الرجالة يستقبلوا عزاء أبوهم في الإمارات. واختارت الدكتورة عزة إنها تبعد تماما عن طريق الشهرة ده، لأنها مش بتحب ده خالص، واختفت لدرجة إن ملهاش ولا صورة على مواقع التواصل ولا حد يعرف شكلها حتى، ويادوب الناس عرفت عنها من كلام إخواتها الفنانين عنها. وكل اللي الناس تعرفه عن حياتها هو شغلها، وانها ما شاء الله عندها 3 بنات كبروا وبقوا كلهم دكاترة زي مامتهم، وكمان انها اكبر من اخوها الفنان احمد مكي بحوالي 10 سنين. ورغم ان ال5 اخوات كل واحد فيهم عايش في بلد شك، الا انهم كتف في كتف في اي حاجة، وطول الوقت بيطمنوا على بعض وبيسألوا على بعض، ومفيش حاجة تقدر تفرقهم ابدا عشان امهم ربتهم على كده من وهم صغيرين. بس رغم ان العيلة كلها كانت مسخرة حياتها للعلم والبعد عن الشهرة والأضواء، طلع من وسطهم ومن نفس البيت 2 فنانين كبار زي أحمد وإيناس مكي. في النهاية شاركونا رأيكم في التعليقات عن علاقة أحمد مكي بإخواته.